الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولا نرحب بكم في قرية الزاوية التراثية. القرية تم إنشائها عام 2005، ولكن المكتبة كانت تجميع الكتب فيها قبل حوالي 20 عام. وتم اكتمال معظم الكتب في عام 2005. الكتب عبارة عن أمهات الكتب الأساسية من القرآن، التفاسير، الأحاديث، وأيضا الأدب بأنواعه، تاريخ الإمارات، تاريخ الجزيرة العربية، ثم كتب عن السياسة، عن الاقتصاد، عن العلوم، عن الطب، عن الهندسة، قصص الأطفال، قصص التعليم، كتب التعليم، وأيضا بعض الكتب الأخرى تغطي احتياج الطالب والمتعلم. حدثنا بدايات اهتمامك في الكتب وفي تجميع الكتب. بداية اهتماماتي كانت حاجتي للكتب، حاجتي للمراجع، ومن ثم بدأت الفكرة أني أجمع أكبر قدر من الكتب حتى أستفيد منها أنا وأستفيد منها غيري. والحمد لله تم الاستفادة من هذه الكتب. مجموعة كبيرة من أصحاب الدراسات العليا رجعوا لها وأخذوا يعني منها ما يحتاجون من المراجع الرئيسية، سواء في تاريخ الإمارات أو في الأدب أو في الكتب الأخرى، الاقتصاد، بالسياسة، بالعلوم، بالطب، بالهندسة، بالتعليم. وهي تحتوي أيضا إلى مجموعة كبيرة حوالي 10,000 عنوان، يعني ما يقارب حوالي 5,000 كتاب داخل القرية. وهذه أعتقد تكفي أنها تعطي الطالب كفاية من المعرفة، خاصة طلاب الدكتوراه والماستر والماجستير والبكالوريوس، وثم إلى طلاب الثانوية العامة الآن كلها دراسات. فمعظم الطلاب يرجعون لهذا المكان للحصول على بعض المعلومات إذا ما هو حصلوا إيش في النت، فلا بد يرجع للمرجع الكتاب. يعني كل بحث يحتاج لإيش؟ يحتاج مرجع، تكتب المرجع والصفحة، يعني يختلف عن إيش؟ عن النت. هنا يعطيك الصفحة، اسم الكتاب والمؤلف حسب ما تحتاجه الدراسات. هل كان عندك شخص ألهمك في حبك للقراءة أو حبك للكتب، أم هي نمت مثلا من مرحلة إعدادية أو ثانوية؟ الله يرحمه الوالد هو المرجع الأساسي في الاهتمام بالتعليم. التعليم والمتعلم والقارئ حتى لو كبر في السن، المخ، خلايا المخ تنشط، يصير معها نشاط. الكبير ما يصيبه، القارئ ما يصيبه الهرم أو الخرف، عكس اللي ما يقرأ يصير معه ذبول، يصير معه نوع من الخرف. لأن هاي تسمى، أنا أسميها رياضة المخ. القراءة هي رياضة إيش؟ للمخ. بالنسبة لك ما هي أهمية المكتبة الشخصية بشكل خاص بالنسبة لك وبالمجتمع على بشكل عام؟ أنا يهمني تاريخ الإمارات بشكل عام، وتاريخ الكتب التراثية، أن هي مرجع تراثنا وتاريخنا، يرجع لهويتنا. فبدون هوية، بدون تاريخنا وبدون تراثنا نفقد هويتنا. الهوية أن نرجع لتاريخنا الماضي، ومن ثم التاريخ خلف تراث، والتراث هو يعني لنا شيء كثير. خليني أعيد صياغة السؤال. أهمية وجود المكتبة الشخصية، خلينا نقول في كل بيت، أو أهمية إنه نشجع المجتمع على وجودها؟ والله المكتبة مثل غذاء الروح، مثل غذاء الروح، في كل بيت يحتاج طعام، وهذا طعام الروح. هل كانت هناك مشكلات واجهتك خلال إنشائك هذه المكتبة؟ مشكلات نوادر الكتب وأماكن تواجدها. حنا المشكلة يعني الكتاب، المؤلف مع المؤلف يختلف، يعني نفس الكتاب ولكن المؤلفين يختلفون، هذا فكرة غير وهذا فكرة غير. فلا بد أنك توحد، تشوف الفكر اللي هو المناسب لك أنت وللقارئ. تحدثنا عن حجم مكتبتك ومن هم أهم روادها، من هم إيش أهم الكتب؟ مكتبتي تحتوي تقريبا إلى 10,000 عنوان
وزوارها أصحاب الدراسات العليا وأيضا طلاب. صاحب الدكتوراه أو الماجستير عنده دراسة معينة يحتاج إلى كتب معينة، هي تقريبا يمكن تكون 80% موجودة عندي، معظمها يعني. يجي ياخذ الكتب أو يطلع، يقعد هنا على الأقل يوم أو يومين، ياخذ ما يحتاجه من المراجع من الدراسات، هذا اللي أنا أقدم له إياه. ما هي الطريقة للحفاظ على الكتب وصيانتها؟ تم تصنيف الكتب بطريقة خاصة حتى تكون سهلة للزائر، أن إذا بغى أي كتاب أقول له الرف الفلاني، ما نتعب معه. إدارة الكتب داخل المكتبة درجة الحرارة بتكون معينة، التكييف، تنظيف، متابعة، هاي موجودة في المكتبة. كيف ترى مستقبل هذه المكتبة؟ مستقبلها يزيد والاهتمام فيها من قبل المجتمع يزيد وزوارها يزيدون. زوارها يزيدون. هل تفكر توسع؟ هل تفكر هي تكون فقط للعائلة أو للمجتمع؟ ممكن لا، هذه المكتبة شبه وقف لوجه الله وليس للعائلة، هذه للجميع اللي يحب يطلع ويستفيد. شكرا كثير. لا، أحب أن تكون في كل بيت مكتبة خاصة. هذه المكتبة هي عبارة عن غذاء لروحه، لأسرته، لبيته، الأشياء المهمة تكون معاه. يعني أمهات الكتب تكون معاه ولو بسيطة، جزء بسيط تكون معاه في بيته، أي وقت يرجع لها. مش أجيب لي أدوات طبخ أو كتب طبخ أعبي في البيت بالأشياء الرئيسية اللي ببحث عنها من السوق. لابد يكون في كتب يكون تخدم الطلبة الأولاد اللي في بيتك وحواليك، تخدمهم يعني تخدمهم في المدرسة من الابتدائي حتى الثانوية. شو يحتاجون الأولاد؟ يحتاجون إلى حاجة، فلا بد أنا أوفر لهم هذه الكتب في البيت عندي وتكون متداولة الأجيال بأجيال لأجيال.